يلا نشوف كشري بلبن او الكشري الحلو اللي عامله بلبن الترند الجديد. طيب عامله ازاي وايه المكونات اللي جوه الكوبايات دي هنشوف مع بعض. بس اول حاجة ما تنسوش لو اول مرة بتشوفوني تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. احب اشكر كل اخواتي الغاليين اللي اشتركوا عندي وبيتابعوني، بجد بشكركم من كل قلبي. ويا رب دايما تكونوا في احسن حال، ويا رب دايما يعني تكونوا متفوقين وتكونوا احسن مني، واشوفكم دايما متفوقين واحسن مني، ويوفق الجميع يا رب للخير. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على رسول الله قبل ما نبدا في اي حاجه. هنا طبعا عشان عارفه ان ناس كتير قوي هتقول لي الكوبايات دي صحيه او مش صحيه. قبل ما اعمل اي حاجه هقول لكم الكوبايات دي صحيه لان احنا مش هنحط فيها الحاجه سخنه قوي. وتاني حاجه، آه انت بقى اعملي الوصفه دي بطريقتك انت. عايزه تعمليها بنفس الطريقه اعمليها، عايزه تحطي عليها اضافات تانية حطي. بصي هنا بقى الرز بلبن حاجه كده بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. عايزاه بقى يطلع وشه مكرمش سيبيه شويه هيطلع معاكي وشه مكرمش. هنا وصفه الرز بلبن جربيها كرز بلبن، وعايزه تكملي معايا بقيه الخطوات كملي. يلا بقى نسمي الله. انا جبت هنا حوالي 3 ارباع كيلو من اللبن عشان انا كنت مستخدمه منه، يعني واخده منه حوالي كوبايه. وجبت نص كوبايه رز مغسوله ومش منقوعه. مغسوله مش بغسلها قوي، انا عارفه ان هو رز نضيف فانا بغسله شطفه بسيطه لان انا عايزه النشا اللي في الرز. تمام. بعتذر عن الدباجة الطويلة اللي كانت في الأول. ده 3 ارباع كيلو، حطيت له نص كوباية رز، وكل ده على البارد. اللبن ده مش سخن عشان ما يقطعش منك. وحطيت عليه كمان كوباية مية. تمام. وهنرفعه على نار هادية وهنوطي عليه. بصي هو أنا خلاص بعد ما استوى، أنا بوريهولك أهو. هحط له إيه بقى يا ست الكل؟ هنرفعه كده ونحط عليه معلقتين كبار، حوالي 60 جرام سكر. ماشي. السكر غالي ومش عارفين نعمل ايه، فاحنا نحاول نقلل السكر. السكر هما بيقول لكم سكر. ومعلقه اللي هي 30 جرام كريم شانتيه خام. لو عندك، لو ما عندكيش خلاص ما فيش مشكله، بس الكريم شانتيه اللي انت هتحطيه ده هيخلي وش الرز بلبن يكشكش معاكي لو انت عايزاه يطلع مكشكش كده وزي المحلات. تمام. وبعد كده رفعته على النار، خد غلوة تاني وشيلته من على النار، ولا حطيت نشا ولا اي اضافات تاني، هي معلقتين السكر الكبار ومعلقة من الكريم شانتيه الخام. مش عايزة ما تحطيش وبرضه هيديكي نفس النتيجة. هنا جبت الكوبايات وبدأت احط فيها الرز، بس كان الرز هدي شوية، يعني هو هنا بيطلع بخار بس هو مش سخن قوي. تمام. وهنبدأ نحط في الكوبايات. انا حطيت في 4 كوبايات، بس الكوبايات دي كوبايات كبيرة، الكوباية منها تقريبا ب2 جنيه ونص او 3 جنيه. عايزة تعملي في اطباق اعملي. انا هنا عملتها بس عشان خاطر يعني ايه، الولاد يعرفوا ياكلوها كده على طول. عشان ما حدش يوقع لي الاطباق يكسرها من الاخر يعني. لازم اكون صريحة معاكم، يعني الولاد دشدشوا لي اطباق كتير قوي. فقلت اعمل لهم كده، وكمان ايه عشان يبقوا كأنهم بياكلوا عند بلبن بالظبط. بصوا بقى هنا الرز بلبن في منتهى الجمال. طيب هل احنا هنكتفي بكده بس؟ لا طبعا. هنسيب الرز على جنب علشان يبرد، وهنجيب ربع كيلو من مش ربع كيلو، هنجيب ورقة جلاش وناخد منها التلت ونسيب التلتين. تمام. الاول هنجيب الجلاش هناخد منه التلت ونسيب التلتين. بصي انا سبت التلتين ازاي. وهنبدأ نقطعه شرايح. الباقي ده هلفه في الورقة عادي جدا، واحفظه في الكيس واشيله في الفريزر. وهناخد الباقي ده نقطعه شرايح. تمام. هتشوفي كده دلوقتي انا بقطع اهو. بسم الله. قطعت شرايح يعني ايه طولية كده. وبعدين هبدأ احطه في الصينية علشان احمصه بلبن. عامل الاول طبقة من رز بلبن اللي هي ايه، طبقة الرز. وبعد كده عامل طبقة من المكرونة اللي هي ايه، هنشوف مع بعض. هنكمل بقى. ايوه انا هنا جبت صينية ونزلت فيها الجلاش عادي جدا، وهفككه كده من بعضه. الرز بلبن يا بنات بجد جربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا، ولا حطيت له نشا ولا اي حاجة. بصي هنا فكفكي كده الجلاش كويس من بعضه، وهنحط عليه معلقتين كبار من السمنة على زيت علشان انا هحمصه تحت الشواية.
انا هنا بصي مدوبه سمنه على زيت كده ومسخناهم مع بعض معلقتين كده حلوين، وهنبدأ نقلبه ونولع الشواية ونحطه تحت الشواية، كل شوية نطلعه ونقلبه شوية، نطلعه ونقلبه شوية لحد لما يتحمص معانا خالص. هنا بقى ده ربع كيلو من الكنافة، كان عندي نص كيلو قسمته نصين وطلعته كده زي ما هو من الفريزر وبدأت أقطعه عشان يبقى مفتفت. عايزة تضربيه في الخلاط اضربيه، في الكب ماشي اوكي، زي ما انت عايزاه تفكيها كده هتفك معاكي بالطريقة اللي تريحك. هنا انا حطيت بقية السمنة، بس ممكن تعمليها من غير سمنة ولا اي حاجة وهتطلع معاكي في منتهى الجمال. بنفس الطريقة انا حطيتها تحت الشواية، تاخد يعني دقيقتين كده، وافتح واقلبها وافتح واقلبها لحد لما اتحمصت. هنا انا حطيت السمنة عشان هي كانت موجودة اوريدي يعني. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ اللي هي الصلصة بقى، الصلصة اللون الاحمر بتاع بتاع الكشري. مش لازم نعمله شوية صلصة طيب ولا ايه؟ جبت شوية فراولة وقطعتهم، لازم الشيف يدوق، شفتوني وانا بدوق عادي جدا. وبعد كده بعد ما قطعتهم كويس حطيتهم في بولة او في طبق. عايزة تحطي هنا بقى موز كمان حطي، كيوي، تمام، اي فاكهة تعجبك. انا هنا حطيت على اساس ان هي يبقى شكلها زي الصلصة بالظبط. وبعد كده عملت سيرب، دي نص كوباية سكر عليها نص كوباية مية، سيرب او شيره زي ما انت عايزه تقوليها، هي ميه بسكر هتاخد غلوه، وهننزل بيها على الفراوله ونقلبها على اساس ان الفراوله تحتفظ بشكلها كده وبكيانها، ما تبقاش دبلانه لما نحطها على الكشري. وخدت معلقتين من الميه بسكر دي او الشيره او السيرب ده، وحطيتهم على الجلاش معلقتين بس كده، اي كلام يعني، انما مش هحط على الكنافه حاجه. بصي بقى هنا الجلاش بعد ما اتحمر بقى في منتهى الجمال. بصي هنا الكنافة كمان جميلة جدا. أول طبقة اللي هي طبقة الكنافة، ما احنا بعد الرز بنحط ايه؟ مكرونة، يبقى الكنافة دي مكان المكرونة. هنبدأ بقى نحط كده بالمعلقة ويميها وحطي على قد ما انت بتحبي. تمام. وهنا كان عندي صوص صوص ابيض كده، حاطه نص كوبايه لبن باودر، وحاطه عليه ربع كوبايه سكر، وحاطه عليهم نص كوبايه حليب، وحطاهم في كوبايه في الازازه كده اللي كانت عندي بتاعه الكاتشب. وبدات ايه انزلها واشرب بيها كده، عشان انا مش عايزاه يطرى، انا عايزاه يفضل مقرمش. وبعد كده حطيت اخر طبقه اللي هي طبقه الجلاش على اساس ان هو الورد يعني او البصل. وبعد كده حطيت الصلصه زي ما انت شايفه كده اللي هي ايه؟ الفراوله. حاجه كده اللهم زد وبارك، تحفه وجميله جدا وعجبت الولاد، وبسم الله ما شاء الله ما قعدتش. انا دلوقتي بقى بسجل لكم وهي مش موجوده. اتاكلت بالهنا والشفا. لو وصلتي لحد هنا اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبجد بجد بشكركم كلكم اخواتي اللي بيتابعوني بصدق، واللي بيفضلوا معايا لحد اخر الفيديو، بشكركم جدا جدا. يعني بجد انا يعني مش عارفه اقول ايه، بس والله بجد ربنا يبارك فيكم ويحفظكم جميعا. يعني في كلام كتير قوي عايزه اقوله بس مش عارفه ارتبه. ربنا يحفظكم جميعا يا رب. وهنا انا برضو حطيت الصوص برضو زي بنفس الطريقة، وعملت نفس الكوباية برضو. انا حبيت اوريكم كوباية تانية على اساس ايه اللي ما خدش باله من الترتيب في الكوباية الاولى. وفي الاخر خالص سوري. وفي الاخر خالص انا عملت بقى من غير رز بلبن ولا اي حاجة، عملت كوباية بالحاجات اللي فاضت وحطيتها كده. كان عندي طبقة من كان عندي صوص لوتس، حطيته هنا على الوش على اخر واحدة تقريبا، وحطيت على اللي هي كانت عبارة عن كنافة وجلاش بس، ما كانش فيه رز بلبن، عشان كنت مخليه الرز بلبن في طبق تاني لوحده، عشان اللي عايز ياكل رز بلبن ياكل، اللي عايز ياكل كشري ياكل كده يعني. بس كده. والوصفة كده في الاخر في كوبايتين اهم عليهم صوص لوتس. وان شاء الله هنزل لكم زبدة اللوتس هتعجبكم جدا. وما تنسوش بقى تسيبوا لي كومنت حلو، واستنوا الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله، واشوفكم على خير. باي باي.